في الوحدة دي، الوحدة الأخيرة أو الوحدة الثانية عندكم في الجغرافيا كلها جغرافيا سكانية، يعني كلها بتتكلم عن الإيه؟ عن السكان. طيب في الدرس ده، الدرس اسمه خصائص السكان في العالم أو خصائص سكان العالم. هنتكلم فيه عن عدة خصائص. أول حاجة الخصائص الديموغرافية، ويعني إيه ديموغرافيا؟ وهو أبسط تعريف لها هو علم دراسة السكان. وهناخد الخصائص التعليمية للسكان في العالم، ثم الخصائص الصحية ونستدل بها وهنعرف يعني إيه خصائص صحية، ثم الخصائص الاقتصادية ونسب الدخل في الدول أو في كتير جدا من دول العالم. الكلام ده جديد وأول مرة بتدرسوه، لأن قبل كده أنتوا ما درستوش الجزء ده، وأول سنة يمكن بتدرسوا العالم من الناحية البشرية. في اولى اعدادي كنتوا بتدرسوا صحيح في جزء كنتوا بتاخدوه في العالم، ولكن من الناحيه الطبيعيه ومن خريطه العالم فقط. النهارده بقى هنتكلم عن خصائص السكان الديموغرافيه كاول خاصيه للسكان. طب احنا لسه بنقول ما المقصود بالديموغرافيا؟ يعني ايه الديموغرافيا او ديموغرافيا؟ هو العلم يا اولاد اللي بيدرس السكان. طب بيدرس او اسمه علم دراسه السكان، بيدرس السكان من ايه؟ ده بيدرسهم من حيث النمو السكاني، من حيث التوزيع السكاني بيتركزوا فين وبيقلوا فين. بيدرسهم كمان من حيث التركيب السكاني. يعني ايه؟ يعني التركيب السكاني نوع حاجتين يا اولاد، تركيب عمري وتركيب نوعي. التركيب العمري عمري يعني اعمار، بندرس فيه قد ايه نسب الاطفال وقد ايه نسب الشباب وقد ايه نسب الشيوخ. ده بالنسبه للتركيب العمري. طب والتركيب النوعي بندرس النوع. طب نوع البشر ايه؟ يا اما ذكور يا اما اناث. كل الحاجات اللي انا قلتها دي هي اللي بتدرسها او بيدرسها علم الايه؟ السكان او علم الديموغرافيا. يبقى علم الديموغرافيا ابسط تعريف ليه هو التعريف اللي موجود عندنا في الكتاب، علم بيهتم بدراسة السكان. صعبة دي؟ لا مش صعبة. طب بيهتم بدراسة السكان من ايه يا مس؟ من حيث النمو السكاني، التوزيع السكاني، توزيعهم يعني بيتركزوا فين، مناطق التركز. وعرفنا قبل كده يعني ايه نمو سكاني في تانية اعدادي. وبعدين التركيب السكاني زي ما قلت لكم، يا اما تركيب عمري يا اما تركيب نوعي. في كل حاجة يا اولاد هناخدها، معدل المواليد، معدل الوفيات، الزيادة الطبيعية، كل ده خاص بالايه؟ والتركيب العمري. وكمان هناخد التركيب النوعي. ده كله خصائص السكان الايه؟ الديموغرافيه. كل ده هندرسه في الخصائص الديموغرافيه للسكان. في الخصائص الديموغرافيه دي او خصائص الديموغرافيا لسكان العالم، هندرس معدل المواليد المتوسط العالمي بتاعه كام. طيب وبعدين اعلى القارات فيه واقل القارات، وممكن يشير الى مصر. وكذلك بالنسبة للوفيات هندرس فيه المعدل المتوسط العالمي كام، وبعدين أعلى القارات وأقل القارات، عشان نبقى عارفين إحنا هندرس إيه وما تتلخبطوش في الدرس ده، لأنه برضو درس مليان وفيه كم معلومات. يبقى إحنا عارفين هندرس إيه في كل حاجة. هندرس مثلا في معدل المواليد العالمي قد إيه نسب المواليد العالمية. طب وأعلى القارات مين وأقل القارات مين، وبالأسباب هندرس كمان ده. وكذلك بالنسبة للوفيات، وكذلك بالنسبة للزيادة الطبيعية والتركيب العمري. هنبدأ دلوقتي يا شباب بمعدل المواليد. هو جايب لكم هنا الأطفال الصغيرين دول عشان تعرفوا دول إيه نسب المواليد. متوسط المواليد في العالم 20 في الألف. 20 في الإيه يا شباب؟ في الألف. يعني بيزيد في لكل 1000 شخص بيتولد، أو من كل 1000 شخص بيتولد 20 طفل في السنة. فهمتوا يعني إيه 20 في الألف؟ يعني كل 1000 شخص بيتولد فيهم كل سنة كام؟ 20 طفل. 20 طفل من كل 1000 نسمة في البشر بيتولد 20 طفل. طب النسب دي يا مس دي متوسطات عالمية؟ أقول لكم أيوة يا شباب، ده المتوسط العالمي، ولكن بيختلف من قارة لقارة. بصوا معايا هنا هوت كده وشوفوا المعدل الكبير رايح لصالح مين؟ لصالح القارة نهين الأفريقية، القارة الأفريقية. شوفوا المعدل هنا كام؟ 36 في الألف. يا نهار أبيض، يعني احنا قربنا نبقى ضعف المتوسط العالمي في أفريقيا. يعني أفريقيا بتزيد أكبر بكتير قوي من المتوسط
العالمي، يعني افريقيا بيزيد عندها 36 طفل لكل 1000 نسمه من تعدادات الايه السكان عندها. 36 طفل بيتولد، يعني احنا بقينا 4 اطفال ونبقى ضعف المتوسط الايه العالمي في افريقيا. طيب وفي دول تانية او قارات تانية يا اولاد بيقل قوي قوي قوي. بصوا اسيا 18 في الالف، استراليا 18، امريكا الجنوبيه 17، الشماليه 17. طيب وعندي اوروبا ده اقل من المتوسط العالمي بكتير كمان، صح ولا غلط؟ المواليد في اوروبا بيصلوا ل 11 في الالف، يعني 11 طفل بيتولدوا بس من كل 1000 نسمه. يعني في كل 1000 نسمه يتولد عندهم كام طفل؟ 11. انتوا مركزين يا اولاد وفاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ ايوه يا مس. ايوه أيوة يا طيب مس. طب ليه بقى ايه اللي خلى ده افريقيا كده يعني عاليه جدا؟ يعني ال 36 في الالف دي رقم كبير قوي، ده تقريبا ضعف اسيا، ضعف استراليا، واكتر من ضعف امريكا الشماليه والجنوبيه، وطبعا يعني ما شاء الله اكتر من 3 اضعاف اوروبا. ايه الاسباب يا اولاد اللي ادت الى ان معدلات المواليد في افريقيا بقت مرتفعه بشكل كبير جدا كده؟ اكيد في اسباب. اول حاجه بسبب انتشار الفقر ومعدلات الاميه في معظم دول القاره. معظم دول القاره، القاره الافريقيه هي القاره الفقيره بالرغم من انها مواردها يعني هي غنيه بالموارد، ولكن ليه؟ لان اقتصادها كله قائم على الزراعه في معظم دولها. يبقى معظم الدول عندها بينتشر فيها الاميه ومعدلات الفقر. وده حد يقول لي يا مس هو الفقر والاميه هم سبب في يعني ارتفاع معدلات المواليد او الانجاب؟ اقول لكم ايوه يا اولاد، ما هو الناس هنا بتنجب اطفال علشان تنفق عليها، مش انا اللي هنفق على اولادي، لا ده انا بنجب اطفال كتير علشان يصرفوا عليا. كل واحد يطلع يشتغل شغلانه فخلاص فهو اللي يصرف عليا، بدل ما انا اللي اصرف عليه واعلمه وادخله مدرسه وبعدين ادخله جامعه وانفق عليه. لا، هم بينجبوا الاطفال علشان الاطفال هي اللي تنفق عليهم. تلاقي الطفل عنده 6 7 سنين كده وبيطلع في الشارع كده بيتعلم اي شغلانه او بيعمل اي حاجه كده يكون ليها مردود او دخل. ده اللي موجود في قاره افريقيا. طيب السبب الثاني يا اولاد اللي ادت الى ارتفاع معدلات المواليد، انا لسه قايله لكم ان معظم دول القاره اقتصادها بيعتمد على الايه؟ على الزراعه، ومش اي زراعه، مش زراعه مثلا واسعه ولا زراعه تجاريه بنزرعها بالاله. ده انتوا عارفين يا اولاد هتاخدوا في الترم الثاني الزراعه التجاريه اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه وفي الصين وفي الدول المتقدمه، ده بيستخدموا بيرشوا بالطيارات. يعني تلاقوا راجل الفلاح هناك كده لابس جينز وراجل شيك كده وجنتلمان، كل حاجه بيعتمد، يعني ما بيزرعش حاجه، ما بيعملش حاجه بايديه، ده كل حاجه بيعتمد فيها على الاله. وبيستخدم مثلا تلاقوا راجل واحد بس فلاح عنده مثلا 1000 فدان، لكن احنا عندنا في افريقيا تلاقوا الفرد الواحد عنده ربع فدان. هو ده الفرق بقى هنا وهنا، احنا بنقارن اهو عشان تبقوا فاهمين الكلام اللي انتوا بتحفظوه او بتذاكروه ده معناه ايه. يبقى الاعتماد على الزراعه البدائيه. طب والزراعه البدائيه والرعي ده محتاج يا اولاد ايه؟ ايدي عامله كتيره. يبقى الراجل الفلاح اللي عنده ربع فدان ده ما يخلفش اكتر من 7 8. عشان ايه؟ عشان بدل ما يجيب عمال يزرعوا له الارض او يحصدوا له المحصول يبقى دول ولادي ويبقى دي ارض ابوهم، هم اولى من الغريب. واخدين بالكم؟ يا مس. يبقى ده بالنسبه للاعتماد على الزراعه البدائيه والرعي لانها بتحتاج عدد كبير من الايدي العامله. طيب ايه السبب الثالث؟ السبب الثالث ان احنا عندنا في افريقيا عادات وتقاليد متخلفه او سلبيه، يعني بلاش نقول كلمه متخلفه ونقولها انها سلبيه. زي ايه؟ زي الزواج المبكر للاناث. البنت فيه يعني فيه مناطق كتير جدا بتتزوج الاناث فيها اقل من 18 سنه. ومش بس كده، لا ده هي البنت بتتزوج و يعني في سن مبكر. ده كان يعني يمكن انا عايزه اقول لكم 18 سنه، في اقل من كده، في 14 وفي 16 سنه. وفي كمان حاجه متخلفه جدا هي الرغبه في انجاب اكبر عدد من الابناء، وخصوصا هنا يقصد الابناء الذكور.
ان اللي عنده 5 6 بنات لا هيفضل ينجب لحد ما يجيب الواد. يعني لو خلف 10 بنات هيجيب ال 11 يبقى الايه؟ الولد. ما جابش ال 11 يبقى ال 12 يبقى المره اللي جايه يكون الولد. كل دي عادات مش موجوده الا في القاره الايه؟ الافريقيه. يبقى هي دي الاسباب. لما يجي يقول لي بما تفسر ارتفاع معدلات المواليد في قاره افريقيا بشكل كبير جدا، ايه الاسباب؟ تاني هنقولها: انتشار معدلات الفقر والاميه في معظم دول افريقيا، اعتماد السكان في افريقيا على الزراعه البدائيه والرعي اللي بيحتاج عدد كبير جدا من الايدي العامله. رقم 3: انتشار بعض العادات والتقاليد السلبيه، زي ايه يا شباب؟ زي الزواج المبكر للاناث وانجاب اكبر عدد من الايه؟ من الاطفال او الابناء الايه؟ الذكور. تمام يا ولاد؟ فهمتوا الاسباب دي؟